ومنطقة اتحاد العاصمة ضغط براسيليانو خداها الصوبة بذرة هذه خطورته بذرة وجول. شوف يا اخي السيناريو، الزمالك اي كاتب السيناريو ده والله يستحي انه يكتب سيناريو زي ده، لكن تقول ايه الحظ؟ لو كان الحظ وكان لكنت ضربت له قلمين على وشه خليته يعتذر الحظ بتاعه ده. الزمالك بيخسر في ملحمه الذهاب 1-0، وهنا عاوز اوجه رساله لاخواتي الاهلاويه، انا مش زعلان من الخساره، والله ما زعلان من الخساره، انا زعلان من السيناريو يا جماعه. اعذرونا في السيناريو احنا قدامه اقسم بالله الزمالك من هدف عالمي لاخوان الفنا بزاجه، متعني ومتعك، وانت عارف يا صاحبي يا اهلاوي انه متعك في الجون ده، بترتد بضربه جزاء هي صحيحه مش هكدب عليك، لكن سيناريو يحرق الاعصاب. مفيش كاتب تقول له اكتب سيناريو كده يحرق جمهور الزمالك، مش هيجي في مخيلته السيناريو ده، لكن برضه مش ناسيك يا اخويا اهلاوي يا حبيبي. تقول لي ليه؟ انا سابك عمال تحفل اهو، اتكلم وقول زي ما انت عاوز تقول، مش هفتح بوقي ولا هتكلم، حقك وزيط واعمل اللي انت عاوز تيجي تحفل عليا في البيت حفل اعمل اللي انت عاوز، لكن بعد 15 يوم لما اجي احفل واخبطك على دماغك ما تقولش ايه عندنا منه كتير، ما تقولش ايه حرمان، كويس انك مش حافظ الكلام ده. لكن النهارده قبل ما ادخل واكتب الحلقه انا نعمل سيناريو مزعلني ومحسسني ان في حاجه مسيطره على تفكيري، مش عارف اتكلم، لكن قلت اما ادخل اشوف الفيسبوك الناس بتتكلم تقول ايه، لقيت روح انهزاميه بطريقه تلحق دمك، تحسسك انت متضايق. هل الناس دي بتشجع الزمالك فعلا؟ يعني ايه؟ امثله، هديك امثله، خسرنا البطوله، عندنا بلاغ الجبان، ضيعنا اسهل ماتش في الجزائر، مين اللي جاب شيكوبانزا، حرام عليك ضيعت مجهود 2000 اللي قعدوا على الدكه، كلام زي ما انت عاوز تقول، قول للصبح انا معاك مش هقول لك حاجه، لكن ده يحسسك ان الخساره دايما بتطبع عليك بسبب ان انت طبعا خايف منها. بمعنى ايه؟ اللي مش خايف بيكسب، حتى لو خسر بيخسر بروح ويطلع هو عامل اللي عليه. لكن انا النهارده فاضل لي اسبوع وقابل فريق يعتبر سهل الى حد ما، اللي خلي بالك ان جاي لك كلام فني قدام كتير، لكن تعالى نتكلم بالمنطق اللي احنا شفناه قدام عرض الملعب، فريق في المتناول بمنتهى الامانه. لكن النهارده بروح الالزاميه دي هخش الملعب واصدق لعيبتي ان انا مهزوم خلاص، ما اجيش ازعل من الخساره بعد كده. انا عندي رأي حلوه جدا، الكابتن حسين لبيب يصحى الصبح ياخد الفطار بتاعه ويطلع على الكاف، يا جماعه انا مش عايز العب نهائي الكونفدراليه، ليه؟ انا خسرت خلاص يا ابني، انت عندك ماتش عوده في مصر قدام جمهور والدنيا 100 100، لا انا هتسحب خلاص يا كابتن حسين، ده انت اخر مره مهزوم في الذهاب 2-1 وقدرت ترجع بجول احمد حمدي وخدت بطوله، لا والله انا الجمهور عندي متضايق من اللي حصل يا كابتن حسين، ده في المره الاولانيه بجول محمود علاء كنا خسران من نهضة بركان وجيت كسبت هنا، لا يا جماعه الجمهور نعمله ايه؟ ده قدر ونحطنا فيه 5 عقل و5 رجوله، واتكلم بالمنطق، وانت عندك ماتش تاني لسه قدام جمهورك كله، هدف واحد يرجعك، عملناها قبل كده وحصلت وكسبنا بضربات الجزاء مش بعيده. انت محسستني النهارده ان انا اقول حاجه، المفروض اللعيبه دي تحس بدعم الجمهور ليها، وايوه يا جدع هنكسب، يا جدع الاهلي كان مضروب على دماغه 5، انا اسف في اللفظ ما واخد 5 على دي، والجمهور كان عنده في دماغه ان الاهلي هيعمل منتدى في القاهره. ليه احنا انهزاميين كده بامانه الله؟ والله ليه احنا عندنا روح انهزاميه كده؟ انا مش عارف، لكن زي ما قلت لك كده لو انت عاوز نعمل كده نعمل كده، لكن تعالى نتكلم فن شويه، بلاش فن عشان ما بعرفش في النت، او انا بتكلم اللي انا شفته بعيني. بص يا سيدي، الاهلي الزمالك اسف في الشوط الاول الى حد ما دفاعيا متماسك، مفيش اي كوره خطا جايه على دماغ لسان تقول لك ان اتحاد العاصمه هيقدر يجيب جون. انت النهارده عامل ماتش دفاعي الى حد ما في الشوط الاول كويس جدا، الدنيا معاك حلوه خالص، هجوميا مش احسن حاجه، ما عندكش حلول، ايه شيكوبانزا بيحاول يخترق، لكن الدنيا مقفله، ضغط الجمهور مخلي اتحاد العاصمه عنده دافع انه يعمل حاجه. وخلي بالك الجمهور النهارده يعني سهل ذو حدين، معنى ايه؟ هو محمسهم وضغطهم، في حماس وفي ضغط، فهم مستربعين مستعجلين. في الشوط الاول انت الى حد ما 70% انت كويس جدا، في الشوط الثاني ماتش كويس، ماتش عظيم، اداء فني بالنسبه لمعتمد جمال بالنسبه لي ياخد 10 من 10، ماتش كويس. انا شايف اقل لاعبين في المباراه بالنسبه لي اول احمد فتوح وادم كايد كانوا في حلقه الوصل ما بين علاء الدباغ وشيكوبانزا، ما كانوش موجودين. نجم المباراه بالنسبه لي هو علاء الدباغ اللي بيحاول هو وشيكوبانزا من جميع الاطراف، الاثنين عملوا ماتش تكتيكي الى حد ما كويس جدا. شوط ثاني اداء عظيم، دفاعيا انت 1000 هجوميا عامل خطوره كبيره عليهم، بتقدر باختراقات عن طريق شيكوبانزا اللي قدم ماتشات كويسه جدا، عمل مباراه الى حد ما كويسه جدا بالنسبه لاداء الخزعبلي اللي بيقدمه شيكوبانزا على الاقل هم عاملين له حساب بسبب سرعاته، فانت لحد ما عامل ماتش كويس بالنسبه لي، ماتش عظيم. معتمد جمال شوط ثاني عظيم جدا. المهم كل ده كوم
ولحظه نزول بيزيكم تاني انت حسيت ان انت عندك متنفس، عندك لاعب عنده شخصيه، حط تحتها مليون خط. ما هو ده السيناريو اللي مزعلك بقى، هو ده السيناريو اللي زعل. انا النهارده بيكون عالمي واد عنده شخصيه، حته واد ولد ده. انا كان عندي فان فعلا بدلته باسد والله، عيل قلبه حديد. الواد خد الكره يستلم سرعه هدوء، بيعدي بيروح بيطلع شماله هوب جون. ماتش سيناريو كويس جدا بالنسبه لكل الزملكاويه، جون في وقت لا يعني اقول لك ايه، بس مهما تقول ومهما تروح مهما تيجي فجاه، واللي فرحان واللي بيشرب شاي واللي ولع سيجاره والدنيا ماشيه حلو خالص، الحكم بيبص على الكوره الفوقيه يا جماعه، قال لك كوره حسام عبد المجيد بتهور بيلبس نادي الزمالك ضربه جزاء صحيحه، وانا شايفها تقدير الحكم، يعني ممكن تحسب ممكن ما تحسبش، لكن قدرها صحيحه. بيشوطها لاعب اتحاد الجزائر في السوق، كوره واخده من العرض حته وهي داخله. يعني شفت حظ سيناريوهات غريبه والله يا جماعه. عشان يخسر الزمالك ملحمه الذهاب، عندنا ملحمه العوده وعملناها كتير مره واتنين، وكنا في وقت خسرانين من التا صوره ورجعنا بكامباك عظيم. عندك في حكايات وقصص، هو ده الزمالك، هو ده الزمالك اللي بيديك سيناريوهات تخليك تقول انا مش هشجع الزمالك تاني، وتصحى الصبح تقول انا ازاي قلت الكلام ده. الزمالك في ملحمه في 10 ايام، النهارده 9 قدامك 11 يوم بالظبط. لان ماتش اسمه ماتش العوده يوم السبت، وعندنا يوم 20 هيبقى ماتش سيراميكا يوم 20، فالنهارده 9 يبقى 11 يوم، يعني نقول 10 ايام. 10 ايام كفيله ان تخليك تكسب اهم بطولتين في اخر 10 سنين، بطولتين جايين بروح وتعب وعرق وحرق الدم الجماهير. 10 ايام استحملهم وانتقد زي ما انت عاوز، قول زي ما انت عاوز. هتقول صعب جديد غلطان، اداؤه سيء، عندك افلام، ده ادم كايد تعبان، ده فتوح مش عارف ايه، قول زي ما انت عاوز، بس استنى 10 ايام ده، استنى 10 ايام، ما تروحش بطاقه توصل لعيبه اللي انت خلاص ما عندكش مشكله بالنظام الكونفدراليه، ما يوصلوش شعورك ان انت مش مهم تكسب. لا انا اهم حاجه اكسب. انا 10 ايام يا جدعان، يا جماعه الخير افهموا يا جماعه بالله عليكم، 10 ايام وتمسك بطولتين من اهم بطولات هتدخلهم في تاريخ او في تاريخ الزمالك، بطولتين هيقعدوا محفورين في دماغ الجماهير سنين قدام. يا جماعه الخير افهموا بالعقل وبالمنطق، اسلخ جلدهم زي ما انت عايز تقول باللفظ الباقي خالص اهو، بعد 10 ايام لو خسروا. لكن انت النهارده تديهم دوافع ان هم يخسروا، بقى انت غلطان. استحمل بقى، استحمل. في النهايه انا عندي ثقه في الزمالك، عندي ثقه جدا في مدير الجمال. انا واثق الزمالك ايا كانت نتيجه، حتى لو الناس كلها شايفه عكس كده، انا مع الزمالك قلبا وقالبا. ماتش لو كسبته الدوري في متعوبه يا عم، الدوري في الكونفدراليه، ما انت لو كسبت تخش دوافع جامده تكسب الدوري، الموضوع انتهى. بالنسبه لي ده رايي وحاسب عليه، ممكن يكون صح ممكن غلط، لكن بقول لك رايي وعندي الشجاعه اقول لك كده. لكن هل عندك انت الشجاعه انك تقول لك رايك انت في الكومنتات؟ هنشوف. لا ده كملخص كلامي. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد. ما عجبش كلامي ممكن تقول عليا في الكومنتات رايك انت فوق دماغي، راي محترم، وباذن الله اشوفك حلقه جديده والسلام.